كلنا بنحلم ببشرة صافية من غير عيوب، وبالذات حب الشباب. وفاكرين ان احنا كل ما نجيب منتجات سكين كير ونهتم ببشرتنا اكتر بطريقتنا الغلط احنا كده بنعالج المشكلة. وانا جاية اقول لكم من مكاني ده ومع حبي للسكين كير برودكتس كلها ان السكين كير هنا مش بيكون هو الحل الامثل لكل الحالات، وحتى الحالات اللي ممكن نكتفي بالسكين كير لازم بكيفية معينة ومنتجات معينة ووقت معين. حب الشباب فعلا بيعمل مشكلة نفسية في مرحلة عمرية مهمة من 12 و13 سنة لحد 25 و30 سنة، مرحلة مهمة بتؤدي لمشاكل نفسية وتوتر وقلق وعدم ثقة بالنفس ومشاكل كتير. يلا نعرف المشكلة ونعرف نحلها ازاي بأحسن طريقة. حب الشباب 90% من الناس عندهم حب شباب، ما تتخضوش، 90% عندهم حب شباب، لكن 80% عندهم المايلد او الحالة الضعيفة اللي هي بتكون في صورة رؤوس بيضاء ورؤوس سوداء، ودي غالبا عند اغلب الناس مننا اللي احنا بنتعامل معاها غلط وبنزودها ونخليها تلتهب وتدخل في المرحلة المتوسطة. هنتكلم عن المراحل، هنتكلم عن الاسباب، هنتكلم عن كل حاجة مع بعض. بس عايزه اقول لكم ان حب الشباب دايما بيكون في منطقه الوجه والرقبه، واحيانا بيكون في الاكتاف والظهر. مشكلتي مع حب الشباب 3 مشاكل رئيسيه، وهي السكار والبيجمنتيشن والسايكولوجيكال ستريس، يعني الندبات اللي بتبقى مكان الحبايه، وكمان البيجمنتيشن واي التهاب عامه لازم يحصل بعديه تصبغات، ما بالك لو الالتهاب ده في الوش. وطبعا لما بيسيب العلامه مكان الحبايه، سواء علامه بتعمل سكار او ندبه او بتعمل تغيير في اللون، دي حاجه بتضايق. واخر حاجه هي السايكولوجيكال ستريس، وده القلق والحمل النفسي اللي بيسببه حب الشباب، واحساس بعدم ثقه بالنفس بالذات في المرحله بتاعه التين ايجرز، واللي بيكونوا مش عارفين يتعاملوا بثقه مع الناس. واوقات دكاتره الجلديه لما بتكون حتى الحاله مايلد او خفيفه او متوسطه ولكن عامله توتر وحمل نفسي، بيخلوها او بيعالجوها بالعلاج للمرحله الشديده. كمان حاجة تانية بتحدد وهو الانتشار، المساحة اللي فيها حب الشباب. يعني لو أنا عندي برضو حالة مايلد أو عندي مجرد حاجات بسيطة ولكن منتشرة في مكان كبير وأخدة مساحة من الوجه، طبعا بتتصنف على إن هي متوسطة أو شديدة. وكل اللي بقول لكم عليه اللي بيحدده الدكتور، مش من نفسنا خالص، احنا بس عايزين نفهم عشان احنا نتحرك ونشوف احنا مكاننا فين ونروح للدكتور ونعالج صح، مش مجرد منتجات بنجيبها وبس. حب الشباب بيتكون من ايه؟ الحبايه اللي بتطلع دي بتتكون من خلايا ميته. انا عندي يوميا 30 او 40 الف خليه بتتجدد، متخيلين الرقم؟ لو الرقم ده مع التراكم للخلايا والزيوت الطبيعيه اللي البشره بتفرزها علشان ترطب البشره وتعمل فيلم رقيق للحمايه، الاتنين دول مع بعض ومع عدم النظافه ممكن يدخل جوه المسام ويسد المسام. طيب يلا نعرف مراحل او درجات حب الشباب، عشان في هوس كبير جدا، ناس بتكبر الموضوع ومثلا يبقى عندهم حاجات بسيطه، حالات خفيفه جدا، تقول لك انا متضايقه وتعبانه وشكل وشي وعندي حب شباب ومشاكل. الموضوع بيكون بسيط جدا جدا جدا. عندنا 6 نقط، كل نقطتين هيكونوا مرحله. يلا، اول مرحله هي المرحله المايلد الخفيفه، ودي عباره عن الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. الاتنين دول عباره عن الخلايا الميته اللي اتكلمنا عنها مع الزيوت الزياده اللي اتكلمنا عنها، واتحطوا سدوا المسام واتقفلت المسام. لما تتقفل المسام دي بتعمل الرؤوس البيضاء اللي بتظهر دايما في الوش من فوق، ودي بيكون سببها غالبا كريم استخدمناه تقيل على البشره مع الكومبلكس اللي حصل ده سد المسام، او بنحط كريم او زيت على الشعر وبينزل على الوش وبيكون برضو تقيل على البشره فبرضو بيسد المسام. فاحنا لو بطلنا الاخطاء دي واستخدمنا كريم مناسب للبشره غالبا دي بتختفي من غير اي مشكله. تاني نقطة فيها الرؤوس السوداء، واللي كتير مننا بيعانيها، وده علشان الشعب المصري أغلب البشرة فيه البشرة الدهنية أو المختلط، وبالتالي التي زون فيها زيوت أكتر، فزيوت أكتر مع خلايا ميتة أكتر، بالتالي اللي بيحصل تكون المسام هنا مفتوحة فبيحصل أكسدة، فبيحصل اللون الأسود. فالرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء هم شبه بعض جدا، وهم حالة خفيفة من حالات حب الشباب، والعلاج بتاعها بيكون بسيط جدا. لو اخد مساحة كبيرة الدكتور بيقول على كريمز سطحية هنتكلم عنها في اخر الفيديو، بتتحط بتضيع الموضوع،
مع طبعا السكين كير اللي برضه هنتكلم عنه في اخر الفيديو. تالت نقطه وهي البابيول. البابيول دي عباره عن حبايه حمراء، خلاص كانت الرؤوس البيضاء مفيش فيها اي نوع من انواع الالوان او الالتهابات. هنا هيبدا يحصل معايا التهاب شويه، هتبدا تظهر الحبايه بلون احمر وتندر، تضغط عليها توجع، بتسبب الم، ولكن مفيش فيها لسه صديد. رابع نقطه هي ولكن بقى فيها صديد، وهنا ظهرت عدوى بكتيريه، هنا البكتيريا دخلت. هنا كل اللي حصل ان زودنا على الخلايا الميته وزودنا على الزيوت اللي موجوده، زودنا بكتيريا وزودنا حرب ما بين كرات الدم البيضاء وجهاز المناعه وكمان البكتيريا. الحرب دي ادت للالتهاب اللون الاحمر اللي حاصل، وكمان اوقات بيحصل الصديد. وهنا لازم تدخل مع دكتور جلديه، لان هنا لازم هنقرر كمان اذا كنا هناخد مضاد حيوي سواء اورال بالفم او مضاد حيوي توبيكال كريم. وهنا برضو ما ينفعش اكتفي بالسكين كير، كل نقطه باكد عليكم ان ما ينفعش نكتفي بالسكين كير. خامس نقطه وهي النديول. النديول عباره عن حبايه بس كبيره في الحجم ومتعمقه اكتر في خلايا البشره، مش بس بتوجع، هي من غير ما اضغط عليها هي عامله حمل وبتوجع جدا. وغالبا بيكون معاها كمان اشكال تانية من الاشكال اللي اتكلمنا عليها، سواء رؤوس بيضاء او سوداء او الحبايه الحمراء او الحبايه الحمراء اللي فيها صديد. وبالتالي النديول هنا مرحله طبعا لو موجوده عند اي حد ما يلعبش في وشه خالص، ولازم يروح لدكتور. النقطه الاخيره هي اللارج نديول، يعني نفس النديول اللي هي الحبايه الكبيره المتعمقه في خلايا البشره وبتوجع من غير حتى ما اضغط عليها، ولكن 3 4 لزقوا في بعض وعملوا شكل اكبر. ودي طبعا بتكون حاله سيفير جدا جدا جدا، وبتحتاج كمان علاجات اصعب سواء بالاورال او علاجات ليزر او الكلام ده كله مع دكاتره الجلديه. كده احنا عرفنا الست نقط. اول نقطتين الرؤوس البيضاء والسوداء دي حاله خفيفه، تاني نقطتين الحبايه الحمراء والحبايه الحمراء اللي فيها صديد ودي حاله مودريت او متوسطه، واخر نقطتين النديول واللارج نديول ودي الحالات الشديده. طيب انا ايه اللي بيضايقني من حب الشباب؟ اللي بيضايقني منه زي ما اتفقنا 3 مشاكل، اهمهم الندبات. عايزه اقول لكم ان الندبات اصلا دي كانت طريقه من الجسم للدفاع عن نفسه وانه يصلح اللي حصل. يعني لما ظهرت حبايه الجسم حب يعمل هيلينج فحصل ابنورمال هيلينج. الابنورمال هيلينج ده حصل منه حاجتين، لو هو بيصلح فحط كولاجين زياده عمل هايبرتروفيك فبالتالي عمل مطب. الحبايه بعد ما راحت او بعد ما خفت والالتهاب خف بقت عامله مطب في البشره، او وهو بيحط الكولاجين ما حطش الكميه الكفايه فعملت حفره لتحت. ولذلك الندبات بتبقى نوعين، نوع بارز للبشره لفوق ونوع حفره، والاتنين برضو بيتعالجوا مع دكاتره الجلديه وهنتكلم عن ده في الاخر. تاني مشكله البيجمنتيشن، التصبغات، وزي ما قلت لكم ان دي حاجه طبيعيه من الجسم بعد اي التهاب في اي مكان وهو الغمقان. اللي بيحصل ان الميلانين هنا بيزيد بعد الالتهاب فبتروح الحبايه ولكن بيبقى الاثر، وطبعا ده لما بيكون منتشر في مساحه كبيره من الوش طبيعي انه بيعمل مشكله نفسيه. المشكله النفسيه هي ثالث مشكله، الحمل والمشكله النفسيه، والاوقات مش بتؤدي بس لتوتر وقلق وكمان عدم ثقه بالنفس، ساعات بتؤدي لمشكله جامده جدا اسمها اكني اكسوكرييه. الاكني اكسوكرييه دي عباره عن سكين بيكينج ديس اوردر. يعني ايه؟ لما هقول لكم هتعرفوا ان كتير مننا احنا او بنشوف حد بيعملها، هي ان نفضل نعمل سكويز في الحبايه. في ناس مش جاست كده بتعمل سكويز وبس، ده بتعمل سكويز وبتبقى عايزه بتنتقم من حاجه مضايقاها في الحبايه اللي في وشها. المشكله ان هي بتسرع عمليه الندبات والبيجمنتيشن، ودي حاجه خطر جدا لانه هيسيب علامات في الوش، وكمان هينقل مكان الحبايه لو مش منتشر لباقي الوش. والفكره ان دي حاجه مش هتريحه، بالعكس هيلاقي نفسه بيتوتر ويتضايق اكتر. الناس دي في منها انواع تانية، في منهم اللي بياكل ضوافره، في منهم اللي بيشد شعره من غير اي اسباب، في منهم اللي دايما بيحاول ياكل برضه في شفايفه. الناس دي لازم تتواصل مع ثيرابيست ودكاتره نفسيين، لان الموضوع حقيقي بيزود التوتر ومش هيوصلنا لنتيجه وهيعمل لنا مشاكل في بشرتنا. اسباب حب الشباب يا جينيه يا هرمونيه يا بكتيريه. الاسباب الجينيه زي ما قلت لكم مش هنتدخل فيها، جيناتكس لو موجوده في العيله ف80% في احتمال ان احنا ناخدها. طيب الاسباب الهرمونيه، الاسباب الهرمونيه دي اللي محتاجين نتكلم فيها، لان في منها غصب عننا وفي منها بايدينا.
اللي غصب عننا هي اللي بتحصل في عمر وسن المراهقه، وطبيعي جدا بتبقى ازيد عند البنات. فتلاقي اكتر اللي بيحصل في التغيرات الهرمونيه سواء في المرحله بتاعه المراهقه او بعد كده، ان مع اي تغيير هرموني بيحصل حب شباب. دايما لما بيزيد البروجستيرون بيزيد حب الشباب، ولما بيقل الاستروجين بيزيد حب الشباب. تمام. وده برضو يودينا للحمل. هنلاقي ان حب الشباب بيزيد في الحمل للناس اللي عندهم استعداد، او اللي اصلا عندهم حب شباب بمرحله بسيطه ويبدا يزيد معاهم في الحمل. طيب اللي احنا بقى متحكمين فيه وهي الادويه الهرمونيه. كتير من الادويه الهرمونيه بتزود حب الشباب، زي مثلا اللي بياخدوا التستوستيرون في رياضه كمال الاجسام، ده بيزود جدا الاستعداد لحب الشباب. وزي امراض كتير بيستخدم فيها ادويه هرمونيه بتلعب في الهرمونات، وبالتالي بتزود البروجستيرون وبالتالي بيزيد حب الشباب. ثالث سبب وهو البكتيري. في نوع بكتيريا اسمه كيوتي بكتيريوم هو اللي بيسبب حب الشباب، واسمها كيوتي وهي الحقيقه مش كيوت خالص، ولكن هي لو موجوده فبالتالي بيبدا يحصل انفكشن ويحصل فلير، وتلاقي حد ما كانش عنده حب شباب وفجاه جاله حب شباب. مش معدي في العادي، ولكن ده نوع بكتيريا معين بيسبب حب الشباب. نيجي بقى للخرافات اللي موجوده في حب الشباب، وده الجزء المفضل ليا. كتير جدا يقولك بلاش ناكل شوكولاته، بلاش ناكل لبن، بلاش ناكل فرنش فرايز، بلاش شيبسي، كل الحاجات دي بتطلع حبوب، بلاش ناكل اكل فيه دهون علشان بيطلع حب شباب. دي خرافات ومفيش اي ايفيدنس عليها علمي ان هي تكون بتحصل. الحاجات فعلا اللي ممكن تكون في اكلنا بتزود حب الشباب هي الحاجات المسكره. احنا المفروض نبطل بيبسي، نبطل سكر كتير، نبطل اي حاجه عندها جلايسيميك اندكس عالي. هي دي فعلا اللي هتطلع حب شباب، ودي بصفه عامه بتبوظ البشره. لو جربنا نبطل ناكل سكريات عاليه هتلاقي في وقت قصير فرق على البشره للاحسن. كمان الاسترس مش هيطلع حبوب، ولكن هيطلع حبوب للناس اللي عندها استعداد. الحبايه بتاعه الامتحان، حبايه توتر، كل ده حقيقي بيحصل. ولكن لو انا عندي استعداد وبيكون برنج معين، مش الوش كله هيتملي حبوب او حاجه، هي بتبقى حبايه او اتنين بيظهروا وقت التوتر وبيختفوا. الادويه زي الادويه الهرمونيه زي التستوستيرون في كمال الاجسام زي ما قلنا، وكمان الكورتيزون بجرعات عاليه، وكمان البروجستيرون. الناس اللي بتاخد اقراص منع الحمل لو في عندها حب شباب المفروض الاحسن انها تاخد الكومبايند اللي فيها بروجستيرون واستروجين، ده هيوازن ويخلي ما يطلعش حب شباب. ولكن البروجستيرون بس بتطلع برضو حب شباب، فنبقى ناخد بالنا من الموضوع ده. طيب هنحل بقى المشكله دي ازاي؟ احنا كده عرفنا المراحل، عرفنا المشاكل، نعرف بقى نحلها ازاي. اول حاجه اتفقنا مش احنا خالص اللي هنحدد احنا في اي مرحله من دول، انا بقول لكم عشان تفهموا وعلشان نبقى عارفين احنا فين ونستخدم ايه ونروح للدكتور. طيب اول حاجه في العلاج اكيد هو الدواء، وبعد كده السكين كير، وبعد كده الدايت. السكين كير جزئي المفضل. السكين كير اول روتين كده بسم الله الرحمن الرحيم هو غسول، مرطب، سان سكرين. مش هتكلم معاكم في حاجات اغلى وحاجات اكتر وكل الكلام ده، اللي يهمني يكون الغسول والمرطب فيهم النيسيناميد، الساليسيليك اسيد، الزنك. الحاجات دي بتعمل على ان هي تنظف المسام، تقلل الالتهاب، توازن الدهون في البشره، وبالتالي انا قللت المشكله اللي عندي. لو انا مشكلتي مايلد او خفيفه، رؤوس سوداء او بيضه، المشكله فعلا هتنتهي بالغسول والمرطب والسان سكرين. لو مشكلتي مودريت احتمال ان انا احتاج لكمان مرهم توبيكال او مضاد حيوي. لو مشكلتي شديده، هنا الغسول والمرطب والسان سكرين هو حفاظ على اللي الدواء هيعمله، وحمايه من اللي ممكن يحصل بعد ما اوقفه، وكمان ان هو بيساعد فعلا الدواء ولكن مش عامل اساسي. في بقى جزء مهم في السكين كير ولكن اللي بيقوم بيه الدكتور مش الصيدلي، زي مثلا الليزر ممكن يعالج الندبات، ممكن يعالج البيجمنتيشن اللي بيحصل، ممكن يحسن من شكل البشره، وكمان ممكن نعمل المايكرو نيدلينج دي وهم. كل الفكرة ان انا بعمل جروح بسيطة في البشرة بتكنيك معين وبطريقة معينة، فبعمل تحفيز ذاتي للكولاجين والالاستين اللي عندي، اطلع اعمل لي هيلينج او عالج المشاكل اللي عندي بالبشرة من نفسي. انا ما حطيتش حاجة من بره، انا حفزت اللي جوه في بشرتي انه يطلع يعالج صح. المايكرو نيدلينج فيها اللي هي الديرمارول وفيها الديرمابين، ودلوقتي في العيادات الدكاترة بيحطوا كمان برودكتس بتكون عالية جدا بتساعد البشرة ان هي تستعيد الحيوية والنضارة وتعالج المشاكل. وفي حاجات كتيرة جدا في الكيميكال بيلينج وفي كل ده، وكل ده اللي هيحدده
الدكتور، لانه هيشوف الدرجه اللي عندك ايه وانت محتاج ايه والحل الامثل ليك ايه. ولكن الحاجات دي جدا بتحسن من التكتشر بتاع البشره، وبتحسن من المشكله، وبتحسن من حب الشباب والكومبليكيشنز او المضاعفات اللي بتحصل من حب الشباب. نيجي لمشكله الدايت. اتفقنا ان الدايت نقلل بيبسي، نقلل سكريات، الوضع هيكون زي الفل. من الحاجات اللي انا عايزه الفت نظركم ليها من ضمن الخرافات برضو، وهي الشاي الاخضر والطحالب. الحاجات دي حلوه قوي، بس هي مش هتعالج ومش هتعمل اي حاجه. هي اخرها لو انا بشرتي كويسه اعملها كنوع من انواع الريفرشمنت، لكن مش هتعالج لو انا عندي حب شباب، لو عندي ندبات، لو عندي تصبغات. كل ده مش هتيجي ناحيته. وكل الحاجات دي اصلا برضو evidence based ولا حاجه. الحاجات دي زي ما بقول لكم حلوه جدا للنضاره للريفرشمنت، لكن ولا اي نتيجه. اخر حاجه هكلمكم عنها وعايزاكم بس تاخدوا فكره عنها هي الادويه. الادويه بتنقسم لنوعين، نوع توبيكال ونوع اورال، حسب الدرجه والشده اللي اتفقنا عليها. يعني لو الدرجه ضعيفه ممكن نحط توبيكال. التوبيكال ده زي مشتقات فيتامين اي اللي هي الريتينويدز. انا جاي بس اقول لكم ان واحنا بنحطها ناخد بالنا، اللي شاف فيديوز قبل كده ليا، ان احنا نحطها لو اند سلو، يعني بالراحه، تركيز قليل، ويوم ويوم او حتى يومين في الاسبوع. وان احنا نحط سان سكرين ضروري لو هحط اي كريم او مرهم فيه ريتينويدز، مشتقات الريتينويدز، لانه بيعمل التهاب للبشره. احنا ممكن بدل ما نعالج ندخل في مشكله كبيره جدا احنا في غنى عنها. وبالتالي اكيد الدكتور هيقول كل الكلام ده، لكن انا بقول لكم ان احنا نلتزم بان هو لو اند سلو بالسان سكرين، وان احنا نحطه في وقت النوم علشان تكون حتى الاضاءات اللي حوالينا قليله. وطبعا ممكن نحط مرطب قبله ومرطب بعده عشان نقلل. زي مين؟ انتوا طبعا كلكم عارفينه، زي الاكريتين والادابالين وكل الكلام ده. انا ما عنديش مشكله ان تستخدموه، لكن انا بقول لكم ان انتوا لو استخدمتوه من نفسكم لازم تبقوا عارفين انتوا اصلا محتاجينه ولا لا، وبتستخدموه صح ولا لا، لانه فعلا بيؤدي لمشاكل جامده جدا. تاني حاجه في الحاجات التوبيكال المضادات الحيويه، وطبعا برضو مش هناخدها من نفسنا. والمضادات الحيويه غالبا لازم تستخدم مع حاجه تانية علشان نقلل الريزيستنس او المقاومه. طيب النوع التاني هو النوع الاورال، واللي بيجي طبعا على التوب ليهم هو الايزودريتينوين او الرواكيوتان، اللي هو بالنسبه لي البطل والسحر لحب الشباب، وبيستخدم من الحاله المودريت والسيفير حسب الدكتور، وبنستمر عليه من 3 ل 4 أو 7 شهور حسب برضو ما الدكتور بيشوف الحاله. ولكن عامه علاج حب الشباب بياخد وقت، يعني سواء هناخد ايزوتروتينوين او هناخد مضاد حيوي بناخد وقت، مش حاجه بتتعالج في اسبوع اسبوعين وخلاص. الايزوتريتينوين انا محتاجه ان انا اكلمكم عنه في فيديو منفصل، لانه هو ليه بريكوشنز وليه حاجات كتيره جدا مهم ان احنا نعرفها. احنا بناخده تقريبا بنص او 1 مللي جرام لكل كيلو جرام، وبتتقسم الجرعه على جرعتين. كل الكلام ده الدكتور بيوضحه، وبنمشي عليه زي ما قلت لكم مده من 4 ل 7 شهور. اهم حاجه بالنسبه لي في الايزوتريتينوين هو الحمل. الدواء ده ممنوع في الحمل، وبالتالي لو بخطط لحمل، لو باخده احتماليه ان ابقى حامل، يبقى تست حمل كل شويه وموانع حمل. الدواء ده خطر جدا، بيعمل تشوهات جامده جدا. فبالتالي بليز الايزوتروتينوين ناخد بالنا فيه في موضوع الحمل بكل الاساليب الممكنه. هو عامه لما بيتاخد، الابحاث الجديده بتقول انه مجرد شهر وممكن بعد كده يحصل بعده حمل. الابحاث القديمه كانت 6 شهور، وبالتالي بالنسبه لي خلاص هو شهر زي ما كل الابحاث بتقول، ولكن شهر شهرين ونبدا نخطط للحمل. عشان كده خدوا بالكم كويس من النقطه دي. كده يبقى اتكلمنا عن حب الشباب، مشاكله، اسبابه، درجاته، كل الحاجات اللي فيه. اللي يهمني ان احنا نبقى عارفين ان دكتور الجلديه مهم جدا، بالذات في العلاج بتاع مشاكل ما بعد حب الشباب، اللي هي السكار او البيجمنتيشن، التصبغات، او السكار العلامه اللي بتسيبها الحبايه. المشكله الثانيه مشكله الاسترس او المشكله بتاع الحمل النفسي، لو الموضوع وصل لدرجه ان احنا قاعدين نعمل سكويز او بنشد في شعرنا، بنقطم في ضوافرنا، بنعمل كل الحاجات دي، الموضوع ده محتاج علاج نفسي. الغسول والسكين كير مهم ولكن مش اساسي. الغسول كفايه مرتين. الترطيب مهم جدا للبشره الدهنيه، محدش يقول انا عندي زياده افرازات للدهون فكده خلاص. بالعكس، المرطب ده بيديك المحتوى المائي اللي انت محتاجه وبينظم افراز الدهون، فبالتالي المرطب مهم. السان سكرين مهم جدا، وبالتالي لو انا بستخدم اي حاجه فيها ريتينول او ريتينويدز هيكون مهم جدا جدا جدا. واخيرا لو بحط اي حاجه فيها ريتينويدز اتبعوا التعليمات الصح بتاعتها. اشوفكم في فيديو جديد، دمتم سالمين.